كشفت أسرة المبتعث السعودي الوليد الغريبي الذي راح ضحية حادث طعن في أمريكا عدم صحة ما تم تداوله بعض المواقع التي أفادت بأن الجانية استغلت عرض المجني عليه أساسا لديه رغبة في بيعه لتنفيذ جريمتها. وبين عم الوليد الغريبي أن تلك الأنباء غير صحيحة، فالجانية تسكن في شقة مقابلة للغريبي. ووفق المؤشرات الأولية للتحقيق أن المتهمة بارتكاب الحادثة كانت تخطط لجريمتها منذ فترة، وقد أعدت العدة بحيث كانت تنوي الانتقال من الشقة، وهو ما استغلته جيدا بعد أن طلبت من الوليد مساعدتها في حمل بعض الأغراض التي زعمت عدم قدرتها على حملها. وحينها جهزت المتهمة سكينا وما أن دخل الوليد لمساعدتها حتى غدرت به وطعنت. وتلقى الوليد طعنات في رقبته، غير أنه رحمه الله حاول النجاة وقاومها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقد باشرت بطعن